حلقة جديدة من The AI Season. زي ما اتعودنا ان كل حلقة بنبقى بنتكلم في vertical معين او topic معين ليه علاقة بال AI. النهاردة موضوعنا ليه علاقة بحاجة هو البيلر بتاع كل حاجة والفاونديشن البلوك بتاع كل حاجة، هو ال education. النهاردة هنفهم اكتر ال education هيتغير ازاي، سواء في طريقة التدريس، سواء في الستودنتس بيذاكروا كونتنت ازاي، بيعملوا بروجكتس ازاي بطريقه مختلفه باستخدام الاي اي، سواء كتولز او في فهم كونسبتس جديده، وازاي الجامعه بتساعدهم ان هم يبقوا مواكبين مع النيو اجريسيف تشينجز اللي بتحصل في الماركت كل شويه بسبب الديفرنت نيو مودلز اللي بتطلع كل يوم. طبعا ما لقيتش حد يوالك اس ثرو كل ده زي ماجي مشالي. ماجي بروفيسور ماجي هي world's top 2 scientists من ال 2% في العالم العلماء. هي she just got promoted as a professor of artificial intelligence. Congratulations, this is very new last week. وكمان هي AI و digitalization consultant. كمان هي member من ال IEEE وال Emerging Technologies Ambassador. طبعا احنا عارفين قد ايه IEEE مهمة قوي في research paper وان هي connect us مع different global communities. last but not least, she is an ambassador of women in data science و global women of AI. Professor Maggie, it's my pleasure to have you today النهاردة على البودكاست. Professor Maggie, she was my doctor لما كنت في الجامعة، فأنا يعني حاسة ب extreme happiness و I appreciate your presence معانا النهاردة على البودكاست. يعني pleasure is mine يا إيمان. حقيقي very very proud of you and your progress with the amazing podcast to all the effort that you have been doing. وحقيقي مبسوطة إن أنا معاكي النهاردة. Thank you so much. Our pleasure. طيب، بيزد على الانترو اللي انا قلتها، وبصراحه الموضوع بالنسبه لي معرفتش وانا ببلان السيزون ما اتكلمش على الاديوكيشن هيتغير وهيتاثر ازاي. وزي ما قلت هو ده الفاونديشن بتاع كل حاجه، هو ده النيو جنريشن اللي بيطلع. عايزين نفهم منك يا دكتور ماجي ازاي as a professor how you manage. اولا you are the professor, you're the one who create the content للستودنتس. طبعا احنا عارفين ان الكونتنت حرفيا هو احنا كل يومين في نيو موديل نزل، في طريقه جديده لديزايننج الايجنتس، موضوع very 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 agile ورابid. فاحنا زمان اما كنت بتعلم كان هو خلاص الحاجه دي وبخرج اشتغل بيها. As a professor, how you manage to keep your content up to date for students؟ أكيد. خلينا نفتكر كده طبعا، يعني أنا وإيمان we go way back. هنقول إنه أيامينا لما كنا إحنا when we first used to learn in our undergraduate studies، ولا أنا ولا أنتي درسنا AI، صح؟ Yet you have a long career دلوقتي in AI. I've been in education since 2010. دلوقتي I'm a professor of AI. أنا كمان ما درستش ال AI as an undergraduate. إيه اللي خلينا النهاردة قادرين advance في ال AI أو قادرين إن إحنا نفهم ال concepts بتاعت ال AI وكلنا بنحاول ونجري to cope with it زينا زي كل الناس. البيزكس the basics that we have learned هي اللي خلتنا النهارده قادرين ان احنا نفهم ده، قادرين ان احنا نكوب اب مع المودلز الجديده، نكوب اب مع التكنولوجيز الجديده، هو اللي خلينا نفهم كل الادفانسمنتس دي. الاي اي خلى الاديوكيشن very very challenging I would have to say. التولز بقت very advanced. It's available for everyone. الاكسبوجر بتاع الستودنتس واليونجر جنريشنز من اول جن زي اللي هم دلوقتي احنا بنتعلموا معانا او في الماركت لحد جن الفا اللي لسه هيدخلوا، الاكسبوجر بتاعهم واليوز اوف اي اي تول بقى اكستنسيف، بقى في حاجات كتيره هم بيعتمدوا على الاي اي تولز completely to do it. وده بيخلينا challenged اكتر انه طب احنا فين السكيلز اللي احنا عايزين نعلمها. فدورنا بقى هنا بيجي as professors ان احنا في كل الكورسز what I have to identify is انا الكورس ده انا عايزه اعلمك فيه ايه. كورس because courses are زي ما هنقول الادفانسمنت بتاعها مش زي ادفانسمنت الاي بيجري او طاير، لكن احنا في الكورسز لا، البيس بتاع الادفانسمنت فيها طبعا فيها تغيير بس بريت اقل بكتير. اوكي، بنحاول نحافظ على الريت ده ازاي؟ في اساسيات في كورسز اللي هو learning outcomes اللي انا عايزه الناس تطلع بيها، الاوبجكتيفز اللي انا عايزه احققها، عايزه الطلبه بتوعي يخرجوا من الكورس ده عارفين ايه، يعرفوه ازاي. This is very easy to change.
فمثلا فور اكزامبل لو هنتكلم عن حاجه بسيطه قوي لكل الناس زي الكودينج، اوكي كودينج احنا بنعلمه بقالنا عشرات السنين. زمان كنا بنكود with سي، بعد كده بقينا مثلا نكود بجافا، بعد كده بقينا بنكود ببايثون. الله اعلم maybe in a couple of years we will just vibe code. اوكي او ده اللي هنبقى بنعلمه يعني. I know it's in the industry بس maybe this could be the next thing in teaching coding. فالكودينج هو we are still teaching كل الناس ال if conditions وال recursion وال for loops والحاجات دي كلها، بس الطريقه اللي احنا بنعلم بيها بتتغير وبتكوب مع ال AI. فزمان كنا بنقول انه you have to write your code from scratch, you have to troubleshoot it and so on. دلوقتي بنقول انه yes you can use the AI tools, however you have to declare the use of AI tools. اعتمد عليها بس مش اعتماد كلي، يعني هي بتساعدك بس بتساعدك علشان انت تعرف تأدي شغلك. ف it is challenging انه how do we frame this في كل بقى الكورسات والeducation years بتاعتنا، انه في كل كورس لازم نبقى عارفه انا هدفي ايه، انا عايزه اعلمه ايه واعلمه ازاي. دي سهل ان احنا دايما نكيب اب تو ديت بيها، عشان اللي بيتعلمه في الجامعه النهارده لما هيطلع يخرج بيه للاندستري بكره يلاقي ان هو it is still relevant. فمينلي البيزكس والlearning outcomes. I can't يعني deny أنا second your opinion جدا، وأنا عشان أنا فاهمة وانت بتقولي احنا هدفنا ان احنا نعلمهم ازاي يتعلموا. أنا I think هو ده فعلا اللي فرق معانا. وهو ده لو انا في تيك اواي من الجامعه، بغض النظر طبعا مش يعني مش عشان احنا بايظ شويه عشان احنا انجينيرنج، بس طريقه التعليم نفسها بتخليكي enabled ان انت اي حاجه. البودكاست اللي احنا فيه ده لسه كنا نقول احنا ما نعرفش اصلا، انا مش خريجه ميديا وما نعرفش اي حاجه، بس كل الناس انتي وكل الاميزنج تيم كلهم جي سي، فعشان احنا عارفين ازاي نتعلم اي حاجه. ولكن الموضوع برضو يا دكتور ميجي هو مش ستريت فورورد قوي كده. يعني انا عشان انا اتعلم ازاي اتعلم، انا اتحطيت في مواقف صعبه قوي throughout ال learning journey عشان اطلع عندي الريزيلينس هسميها mental toughness اللي مخليانا احنا يعني عندنا الادفانسمنتس بنعرف نعمل اي حاجه. فزمان مثلا لو احنا نتكلم على بارتيك كودينج مثلا، انا دايما بشغل مخي، دايما بفكر، دايما هشوف انا هكريت البروبلم سولفينج سكيلز. دي حاجه يعني احنا اجبرنا ان احنا نتعلمها. كان اقصى حاجه موجوده ساعتها كان ستاك اوفر فلو، ده لو لقينا اللي احنا بندور عليه اصلا. دلوقتي انا ممكن احط الاساينمنت كله على جيميناي ولا كلود كود وهيعمل لي كل حاجه كده. as a professor how do you govern انا عارفه انك ذكرتي حته ان هو you have to declare، بس هو برضو في limitations اتوقع، انا ما اعرفش يعني you can teach us يعني انه في limitations للاستخدام، لانه مهم قوي اتوقع as a professor انك مش عايزه تجامبل على الكواليتي of the brain of your students، ان هم يكونوا لسه بيعرفوا يتعلموا problem solving ولسه بيعتمدوا على نفسهم. و AI can accelerate مثلا، بس مش ده الكور. how do you manage to do this؟ هقول لك هديكي example من مثلا ان احنا اللي بيتغير معانا big time الاسسمنت methods. اوكي زمان كنا في any course مثلا كنا بندي assignments، يعني I believe many of our audience هيكون جزء كبير من ال learning process بتاعهم كان assignment we post an assignment نروح نعملها في البيت ونيجي نسلمها. تفتكري we still do this النهارده؟ يعني هبقى بضحك على نفسي. انا عارفه ان الاساينمنت اللي هديها في البيت دي كم percent is going to do it في البيت. لا everybody is going، مش هقول everybody طبعا عشان ما نعممش، بس many people will just يلا هنروح نديها الاي اي تول وهيجي. وللاسف بقى ودي المشكله اللي اكتر حاجه بنعاني معاها دلوقتي، انه هيجي ياخدها كوبي بيست زي ما هي، مش هنحاول نفهمها واحنا بنحطها علشان نبقى عارفين اتحلت ازاي او حصل فيها ايه. فهو هي دي مشكله، انه مع انه AI is coming in وبقوه، محتاجه بقى احنا نفضل ماسكين في الهيومن فاكتور، انه انت فين. this is the AI tool، ده اللي التول عملته، انت بقى فين، فهمت ايه، دماغك عرفت تفهم ايه اللي حصل ولا لا. plus انه we're not برضو just asking the students to declare the use of AI، we're teaching them how to do the whole pipeline. الداتا بتاعتي جت ازاي، الداتا دخلت على الاي اي تول ازاي، how do I assess اللي طالع من الاي اي تول، هل ده صح ولا غلط، مين هيعمل الاسسمنت ده. دلوقتي بقوا بيبنوا ايجنت يحل وايجنت ايفالويت وايجنت معاهم يمونيتور. ايوه طب والهيومن فاكتور فين، انت دورك كان ايه.
فالاسسمنت ميثودز اي بليف دي احنا دلوقتي من اكتر الحاجات اللي بنحاول ان احنا نيفولف فيها، ان احنا نغير كتير في الاسسمنت ميثودز. زمان كنا بنقول مثلا في مشروع التخرج كنا بنسلم له ثيسس، اوكي، وبنسلم له كود. هل النهارده كفايه سلم ثيسس وكود؟ اغلب الاي اي تولز هتعمل لك احلى ثيسس واندف كود، بس ستيل لا، I'm relying more on the human factor. تعالى واتكلم معايا وقول لي عملت دي ليه وعملت دي ازاي، والريزلت دي انت ليه شايف انها صح وليه شايف انها غلط، طب نقدر نحسنها ازاي، طب نقدر نعدل فيها ازاي. They really have to understand the bits and pieces of how the model is working. How do I troubleshoot it? How do I evaluate مثلا is it hallucinating or not؟ هل اللي طالع ده صح ولا لا؟ كلنا بنستخدم AI tools، كلنا عارفين انه they have the important disclaimer of they can say something wrong. مش الطبيعي مش انه كل حاجه بيقولوها is 100% accurate. ازاي الستودنتس يقدروا ياسسوا الاكيورسي دي؟ هل هو فعلا اللي طالع ده accurate؟ is this the best that the model can do ولا لا انا I can tune it او I can tune الورك فلو بتاعي كله to assess it. فالايفالويشن methods بقت معتمده اكتر على الهيومن فاكتور. انت لازم تشرح لي، انت لازم تقولي وجهه نظرك، انت لازم تقف وتبريزنت وتدافع عن شغلك وتشتغل في حاجه ريل لايف وتجرب تديبلوي. الاي اي برضو على قد ما هو ساعدنا وبيساعدنا بطريقه تشالنجينج، على قد ما علق قوي البار بتاعت وات از بينج اكسبكتد. يعني اللي كنا بنعمله من كذا سنه ان احنا نوصل مثلا في جراديويشن بروجكت في 3-4 شهور، احنا دلوقتي بالاي اي بنخلصه في 3-4 اسابيع. فبقى البار عالي، لا انا عايزه اكتر، انا عايزه هديك ايديا، يو هاف تو انفستيجيت الايديا وتعملي ليتريتشر ريفيو اللي كانت الناس زمان نقعد ندور في جوجل ونقرا البيبرز ونلخصها ونكتب. ده كان زمان بياخد معانا مثلا شهر ونص. دلوقتي اني اي تول كان هيلب يو دو ات ان، مش عايزه اقول دايز بس ويكس، اوكي. فلا بقينا يلا نعمل الريفيوز اسرع، ويلا نديبلوي، يلا نبيلد المودلز بتاعتنا اسرع، ويلا نديبلوي المودلز اسرع، ويلا نجربها كمان اسرع، لان احنا you have what it needs. فبقينا بنعرف نوصل ابعد. ومع ان احنا بنوصل ابعد دي محتاجين دايما ان الاسسمنت يبقى الهيومن فاكتور فيها موجود، انه فعلا انا فاهم انا ببني ايه، انا بستخدم التول بس انا متمكن من استخدامها، فهي مش بتضيع البروبلم سولفينج سكيلز. يو ستيل يوزنج يور بروبلم سولفينج سكيلز، بس بدل ما كنت بستخدمها في تاسكس معينه، لا انا بقيت بستخدمها في تاسكس اعقد I would say بكتير، عشان بقى معاكي هيلب اكتر. If I can sum it up يا دكتور ميجي، mainly هم حاجتين. انه you verify انه as a human he can explains exactly هو عمل ده ازاي وليه، واللي طالع ده معناه ايه، صح واللي ولا طالع غلط؟ ده معناه ايه. والبارت التاني انه actually the deployment، لانه ده مهم قوي. وعايزه اقولك برضو ان دي من الحاجات coming بقى انا from business side و working in the market و through interviews مع كذا حد through البودكاست دي في different verticals. اصعب pillar في الاي اي سايكل عامه مش البارت بتاع ان انت تطلع لي دوكيمنت، مش البارت حتى ان انت تطلع لي اي اي ايجنت، لا، انه how to make a solution end to end working and deployed. لان ده ستيل بيحتاج فيه الانترفنشن بتاع الهيومن، زي زمان بقى اللي هو بارت الانتجريشن وايه يمشي مع ايه. مفيش حاجه هتخلي حاجه في اي اي ايجنت يعني يعرف يشوف يشيل اللايرز دي. never. I believe ان دولت لو في 2 take aways هتحط لنا يعني تشيك عشان نعدي الكانديديت ان هو فعلا اتعلم ولا لا. دول هيبقوا التو main take aways من ال learning journey. speaking of بقى ان احنا بنتكلم على البارت بتاع البيزنس، في use cases كتيرة قوي في الماركت، وفي verticals كتيرة قوي مختلفة. واحنا دلوقتي بقينا شايفين انه سواء big corporate او حتى startup صغيرة، لو حتى الكور function بتاعتها ما فيهاش AI in a way or another. احنا بقى الكلام ده ابتديناه كمان من يمكن 3-4 سنين and I have seen this في الشركة البيزنس بتاعها مثلا servers او ايا كان، they start to introduce AI in their roadmap and in their strategy حتى لو هم مش شايفين tangible value. فبقى اي strategy بقى عندنا AI. as a professor
how you decide that this specific vertical or this specific business case will cater ان ال students يتعلموا احسن based على اللي موجود في الماركت. اوكي انا هقولك based on my preferences. انا مش البروفيسور الاكاديمي البحت يعني مع with all due respect طبعا لده بس I like to do research for application. يعني الريسيرش بالنسبه لي مش حماسي if it's just research for research. انا بحب اعمل ريسيرش عشان الريسيرش ده في يوم من الايام هيطبق وحد هيستفيد بيه وحد هيستخدمه. و this has been my philosophy since day one. يعني من اول when I started the masters وال PhD وكل ال students that I supervised them وهم بيعملوا الماجستير او الدكتوراه او مشاريع التخرج I supervised over 500 students على جميع المستويات. Most of them were projects that were very very applied. بنوصل لده ازاي؟ من الشغل مع الاندستري. يعني جزء كبير من الاندستري متهيألي وي اكسبلورد ذس انه شركات كتير من الاندستري دايما بتكولابوريت مع الاديوكيشنال انستتيوشنز في انه we are the ones preparing الستودنتس للجوب ماركت. طب قولوا لنا انتوا عايزين ايه في الجوب ماركت and we will prepare them for it. قولوا لنا ايه المشاكل بتاعتكم ونشتغل على حلها في ريسيرش بروجكتس او نشتغل على حلها في كولابوريتيف بروجكتس. فكتير قوي الامبلويز وهم طالعين هيطلعوا من عندنا والحلول في اوقات كتير احنا نقدر نساعد فيها. وبنشوف ده كتير مثلا when we go through when collaborating مثلا في حاجات ال continuing education. في ال Center of Continuing Education بنشوف teams كتيرة بتيجي من شركات طالبة انه احنا we need a training للتيم ده in AI. طب حابين ايه تعملوا ايه بالاي اي as a personal assistant؟ عايزين اي اي ان مثلا domain XYZ in pharmaceuticals مثلا in finance in banking in whatever. فبيجي لنا كتير شركات بتطلب these types of trainings and we tailor them. منها بنشوف ايه المشاكل اللي عندهم. فانت بتفهمي انه this team عنده مشكله الفلانيه والاي اي يقدر يحلها بيها. فthrough these trainings بنقدر نفهم الاندستري عايزه ايه. فهم اوقات هيجوا هم بالمشكله، اوقات through التريننج هنفهم ان ايه المشكله اللي عندهم. منها بنقدر نستنتج what type of applied projects that they are having. ومنها احنا maybe we have بقى احنا our own ideas او collaborative ideas that we work on. فنبدا انه embed البروجكتس دي جوه ال learning curricula for the students، سواء كان كورس project، سواء كان مشروع تخرج، مشروع ماجستير، دكتوراه، طبعا بحسب بقى اختلاف ال difficulty بتاعه الفكره دي عامله ازاي. بس typically our projects دايما بنحاول ان هي يكون فيها collaboration كبير مع الاندستري علشان تبقى حاجه فعلا مفيده نقدر ان احنا نفيد بيها الاندستري، يعني نفيد بيها العالم. يعني فاكرة أيام زمان كان في من bachelor projects كان يعني in collaboration مع الشركة معينة بيبقى عندها مشاكل معينة. فأتوقع إن ده اللي بيحصل دلوقتي. بنحاول نكبره أكتر ونعززه أكتر لأنه هو ده الموديل الناجح دايما world wide، إنه الشركات بالتعاون مع الجامعات يشتغلوا مع بعض علشان السايكل تكمل. صح. لا ويبقوا more ready to market. هياخدنا لحته ان هم actually they deploy عند الريل كاستمر او الريل بقى opportunity الموجوده. وده هياخدنا لسؤال يا دكتور ميجي، مهتم قوي اعرف لو في examples تقدري تشارك معانا على different use cases ل collaboration مع ال students والماركت كان في gap وعملوا solution ب AI. Actually this happens يعني a lot في domains كتيرة. I will give some examples منها without mentioning names، بس هدي some abstract ideas. إنه مثلا we collaborate a lot في field مثلا في research في cloud computing. إحنا for long we have had long collaboration مع one of the very big companies في الفيلد في in teaching and researching في projects that relates to utilization of cloud computing with building of the data centers والperformance of the data centers. My PhD مثلا it was focusing على حاجة من الحاجات دي that relates to إن إحنا how do we build data centers that are very efficient بس at the same time it is efficient in operation بس efficient in energy efficiency، فاللي هي بنسميها green data centers. فإحنا النهاردة ال AI one of the biggest challenges فيه فاتورة الكهرباء بتاعته اليوزج is huge. data centers اللي بنستخدمها و running the data centers behind the AI models is significant. بس ده ليفل كمان أقوى شوية، مش بس بنتكلم على ليفل المودلز، احنا بنتكلم ليفل المودلز from within بقى حتة تكنيكال قوي انه ده هيكونسيوم قد ايه فهيأثر على الكونسومشن بتاع الداتا سنتر قد ايه. it's very deep
يس ما نقدرش نوصل للحاجات this level of real life issues without the industry. هم دايما اللي بيدونا الانسايت دي انه مثلا consumption الداتا سنتر ده is something equivalent to a consumption of a small city. اوكي فبالتالي محتاجين نقلله. طب فمين اللي شاف المشكله دي؟ الاندستري شافت المشكله دي، فبدانا نشتغل على انه طيب انا عايز اعمل حاجه بتكونسيوم انرجي اقل بس في نفس الوقت it is very efficient. this was one of the projects اللي اشتغلنا فيها كتير. one of our collaborations برضو كمان كانت مع security companies ان احنا how do we build systems that are secure against certain types of attacks او certain securing systems and networks in general. حاجات كتيره في الادفانسمنتس مثلا in terms of 4G and 5G و 6G دلوقتي it's coming into place. كان عندنا researchers كتير اشتغلوا فيها في الفيرتيكال ده. I'm just talking about يعني in engineering بس in multidisciplinary او يعني interdisciplinary projects. اشتغلنا مع شركات مثلا كتيره او مصانع actually انه our work في حاجات كتيره فيها operations. يعني ايمان برضو احنا we go back to the same background in networks ف we deal a lot with operation network زي operation systems كتيره فيها scheduling وفيها resource allocation و resource optimization. ده بيابلاي بقى على vertical كبير من الاندستري. منها حاجات مصانع كنا بنساعدهم ان هم يعملوا better scheduling مثلا للتاسكس بتاعتهم ف optimization للwork flows وللsupply chains. كل دي domains اشتغلنا فيها مع industry وناس كتيره اتعلمت فيها وعملت projects فيها وبيساعدهم قوي ان هم بعد كده ما يخرجوا للماركت يلاقوا فرص شغل كتيره في الدومينز دي. مش قادرة ما اسألش السؤال بتاع بما ان احنا عمالين انتاب على حاجات شكلها interesting وحاجات deep technical. البارت بتاع ال R&D since you are professor of AI core deliverable من الحاجات اللي بتشتغلوا عليها هو البارت بتاع ال R&D. لو انا overlook ال R&D من ناحية البزنس او الماركت، احنا الار ان دي بالنسبه لنا يعني لو انا مش في ار ان دي ديبارتمنت هي بتبقى شويه حاجه diluted from within my role. يعني لو انا بس ببقى interested بالذات في حته اي اي اللي هو اعرف ايه الموديل الجديد نزل، مثلا فريم ورك زي 11 labs مثلا نزلوا فيتشر جديده عشان ديزاين البرومبت بطريقه مثلا اعمل سي ايجنت بدل ما اقول البرومبت اعمل كذا كذا، عشان اللي هي التفاصيل الصغيره في ده بالنسبه لي my R&D. بس as a professor وفي AI حاسه ان انا يعني I was curious to know how you deal with this huge box, especially انه انا متخيله انه دي حاجه بالنسبه لك interesting جدا وبالذات في AI لانه every day there is a new thing. واتوقع انه patents كمان في الحته دي هتبقى معرفش ال opportunities عامله ازاي. بس انا back then لما انا كنت في قبل الاندستري اللي انا فيها دلوقتي كنت بشتغل في 5G عشان it was very new و emerging، فكان ال possibility of innovation فيها يعني في السماء. فأتوقع ال innovation pace وده برضو اللي أنا حابة أعرفه منك. I'm so curious to know ال R&D innovation pace as a professor عامل إزاي؟ اوكي خليني يعني I will split the answer في حتتين. انه فكره اصلا الديفلوبمنت والباتنتس في الفيلد بتاع الاي اي والابلكيشن بتاعتهم في الاندستري. اوكي الاي اي لوحده از ان اندستري. يعني شركات بقى زي مثلا اوبن اي او انثروبيك كل دول what they do is يعني they develop AI models for a living. اوكي do they patent every model that they develop؟ مش دايما، لانه حته الباتنتنج definition الباتنت يعني this is something I studied بقى extensively برضو for almost 6 months علشان نفهم احنا بنعمل في ده ايه. what makes حاجه تبقى او الفكره امتى هي تبقى patent وامتى مش patent والاي بي رايتس while working with the industry بتبقى عامله ازاي. السوفت وير في السوفت وير فيلد وسبيشالي في حاجات الاي اي الباتنتس ار فيري تشالنجينج اند فيري تريكي. ليه؟ لان انا ممكن ابني النهارده برودكت ذات كواليفايز از سمثينج نيو بس هو الباك اند بتاعه مبني على اي اي موديل. طب ده اوبن سورس ولا مش اوبن سورس؟ you didn't own اصلا يعني. بالظبط I did not own the open source model because it's open source, it's for everyone. So if I used an open source model and I built a technology on it, can I still patent the technology? Oh, it's a very I went through open question جدا. الباتنت pitching
فانا فاهمه قوي انت بتقولي ايه يعني. لازم تبقى يعني فكره عامه براءه الاختراع وبالذات في الاي اي هي فعلا تشالنجينج. والناس اللي مهتمه قوي بحته الباتنتس او براءات الاختراع والريسيرش هيبقى فاهم انه عشان تبروف ده هو السولوشن بتاعك اللي لازم يبقى نوفل و و وبيحل حاجه ما فيش سولوشن تاني زيه يعرف يحلها. وهقول لك التشالنجينج اكتر بقى كمان فيها because يعني بقول لك this is something I really يعني I took a 6 months training in commercialization in London و I had a mentor that was mentoring me في الحته دي we had extensive discussions about this. غير انه it has to be novel, it has to be exposed. بمعنى انه I have to explain what I'm doing. And in the software field or AI field if I explain what I'm doing the novelty is يعني هي سر الخلطة. في أوقات كتيرة الحاجة الجديدة اللي أنا عاملاها هي how you do it. If I expose how I do it in order to prove to you that I did not use a model that is open source or not خلاص it's not new anymore. If I expose it to everyone خلاص. it's the code يعني it's the novelty is in my code. can I really لا بس لو from within يعني مثلا لو انا بتكلم برفلكت اللي بتقوليه على my experience لو مثلا في شركه هي الشركه بتبقى عندها copy rights بتاعه when you expose your idea فانت بتشرحي لهم هم بس للكوميتي او الجوري ده وبيبقى ليهم انا ما اعرفش طبعا البروسيس يعني it's a long يعني lengthy process بره الكوربريت اللي انا كنت فيها ما اعرفش بس from within الكوربريت هي اخذت مثلا 6 شهور 7 شهور عشان تبقى granted. بيبقى في اتورني مخصص للشركه. بالظبط انا ما اعرفش بقى ان مشكله كمان هنفهم دلوقتي احنا بقينا في حاجات مثلا لو هنتكلم بقى عن الاتورنيز وان انت تشرحي له ده it's another level. يعني زمان لما كنا هنشرح ده لحد هنشرح له حاجه فيزيكال سيستم خلاص هو فيزيكال وهو واضح قدامي. لا تعالى بقى افهمك احنا عملنا ايه في موديل الاي اي علشان يهلوسينيت لس شرح كتير. يعني عارفه انت بتجيبي ناس من بعيد قوي علشان تشرحي حاجه very 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 specific. فالكونسبت بتاع الباتنتس ان ذا فيلد اوف اي اي از يعني ده حلقه لوحده. ده ممكن نعمل عنه حلقه لوحده. فيوجوالي بنتجه لايه انه this is a field of research that we can work on بس اللي بنروح له لانه ده اللي احنا محتاجينه اكتر علشان سبيشالي حاجه احنا كنا لسه بنتكلم عليها فكره انه الار او اي بتاع الاي اي ده كله ايه. أنا as a company if I'm going to integrate AI in my strategy ال ROI بتاعي فين هحسبه ازاي. انا بانفست كتير قوي الشركات عشان تديبلوي وتدخل الاي اي مودلز في الاستراتيجي بتاعتها they really spend a lot. طب ال ROI فين؟ البرودكتيفيتي بتاعت الامبلويز اعلى ولا هل احنا بنعمل برودكتس هنبيعها ونكسب منها ولا احنا الورك فلوز بتاعتنا هتتحسن؟ طب هتتحسن بقد ايه والعائد بتاعي قد ايه؟ ده سؤال دايما عندنا فيه او بنحاول نجاوبه لكل التيمز that we work with في الاندستري وفي الكونتينيوينج education انه we need the AI training. طب ال ROI بتاع ال AI training ده عامل ازاي؟ فبنشتغل اكتر على حاجات applied انه احنا هنعمل ده علشان نترين مثلا your employees او التيم الفلاني علشان يطلعوا يعملوا كذا. فيبقوا شايفين اكتر انه this is going to really reflect on something والحاجه دي انا قادره شويه احسب ال ROI بتاعها. فهي عشان كده ليها شقين. جزء الاندستري ده يوجوالي بيبقى ابلكيشن اكتر على عشان كمان الدومينز المختلفه في الاندستري. موضوع الباتنتس ده لا انا يعني انا عايزه اقول لك كلامنا دلوقتي هو اللي خلاني افكر في الموضوع ده. يعني لما باجي اشوف مثلا على لينكد ان البوست وكده مش حاجه كومن قوي اني اشوف باترنز ليها علاقه باي اي. يعني ممكن كان 5G و 6G شويه because it's a technology. احنا عملنا حاجه اسمها 5G وال 5G يا جماعه بتقول السبيكس بتاعتها 1 2 3 4 تمام وال 4G كانت 0 1 2 3 ودي كانت 4 5 6 وال 6G هتبقى كذا كذا كذا. في الاي اي بقى الموضوع الداينامكس مختلفه يعني it's I don't know if it's very challenging. It's not a fair comparison بس it was worth ان احنا نتاب on الموضوع ده. طيب speaking of ROI وقالوا ROI واي حاجه ليها علاقه ببزنس جارجنز بنروح للبارت بتاع البزنس. انا عارفه يا دكتور ميجي انك ريسنتلي interested ان انتي تبقي تمانج يعني projects ليها علاقه ببزنس انفورماتكس. ليه؟ لانه ده الميكس ما بين الانجينيرينج والبزنس وفي عالم الاي اي دلوقتي كمان it aligns a lot مع الباث بتاعك دلوقتي انه it's essential انت to understand business and
شويه تكنيكال عشان تعرف تسمع وتفهم الكاستمر عايز ايه. I want to learn منك او يعني نرفلكت ازاي يعني باكزامبلز او انت ازاي شايفه الفرق انه مهم قوي حتى لو انت student. وعلى فكره انا I learned this very recently and that's why لسه كنا بنتكلم من شويه بقول لهم على الام بي اي وقد ايه موضوع الام بي اي ده حاجه طلعت مهمه بالنسبه لي لان ده ساعدني ان انا ابقى فاهمه بزنس عامه بقى كل حاجه. فازاي early on ان احنا مهم وبالذات في AI نبقى فاهمين business jargons و business concepts along with حتى لو انا technical. اوكي هحكي لك قصه صحابها يعني when they see the podcast هيفهموها. بس it's something that برضو they learned the hard way. احنا usually برضو انت عارفه we encourage our students دايما ان هم يشاركوا في competitions national and international and so on. In one of the hackathons الهاكاثونز usually برضو يعني you have participated in some of them اشتغلنا فيهم مع بعض بيبقى we give an idea او يعني the company gives an idea والايديا دي هنشتغل عليها والايديا دي هنdevelop it وبنعمل submissions and so on. In one of the hackathons one of our يعني the most brilliant students okay they formed a team. كان عندنا كذا تيم في الهاكاثون ده داخلين بيه وهم they were بجد يعني brilliant minds. هم I acknowledge them big time when they see this. وتيم ثانيه برضو كلهم they were يعني equally amazing. الفرق بين مين كسب في الهاكاثون في الاخر we're the ones who had the solution that is technically very good okay بس عملوا presentation that was also very good وعملوا business case that was excellent. تمام. فاقنعوا الجوري ان هم دول اللي كانوا كسبانين. هل التكنيكال سولوشن بتاعهم واز دي بيست؟ لا، كان في تيم تاني احنا وقتها يعني سميناه تيم 114 عشان they did 114 submission and iterations on enhancing the code. They were so much focused on احنا هعمل احسن كود that can be done in this case. Okay, they submitted بجد 114 times. No one else did يعني no one else was near. السبمشنز دي بتبقى زي iterations كده ان احنا بنسبمت ونشوف احنا فين في الليدر بورد واحنا طلعنا لا احنا علينا لا and so on. فيوجوالي you submit يعني مثلا هنسبمت مرة كل يوم. يعني لو احنا قاعدين شغالين على الهاكاثون every day usually برضو they don't do this. لا، التيم ده كان بيسبمت constantly على الليدر بورد علشان يبقى جايب سكورز عالية. However they ignored شوية حتة البيزنس كيس. Why are we building this؟ طب احنا ده هنبريزنته ازاي؟ والبرزنتيشن بقى الفاينل قدام الجوري في الهاكاثون. التيم ده later on it was hired by the company يعني راحوا اشتغلوا في الكومباني في التكنيكال بارت بس هم they did not win it عشان they missed شويه البيزنس كيس. فدايما بنقول انه حتى even ايا كان الاستادي بتاعتك you're studying engineering you're studying computer science البيزنس aspect of how you are presenting your idea وفكرتك دي هتأثر ازاي وفكرتك دي انت هتعرف تبيعها ازاي because by the end of the day this has to make some sort of profit and money. يعني انت هتشتغل في الشركه والشركه دي لازم تكسب والكلام ده كله. ف you have to get exposed to the business. الفكره البريليانت اللي ملهاش use is not no one wants it. لكن فكره بسيطه بس مليون واحد عايزينها it's going to boom. يعني business comes hand in hand مع التكنيكاليتيز. Yes. يعني مش حاجه او نافويد ان احنا ما نبقاش بنتعلم business. وفكره انا اتعلمتها ريسنتلي برضه يا دكتور ماجي، فكره ال how to pitch وفكره الاكزيكتيف سامري. يعني people were related في البيزنس فكرة ان انت how to build an executive summary لان في الاخر انت بتبتش عشان بعتبرها زي شارك تانك بالظبط. exactly ايوه exactly صح. you need to know how to present your idea حتى لو هي مش اقوى حاجة technical. صح. اغلب الافكار بتبقى يعني بيبريزنتوها ب MVP. هي اصلا مش حاجة يعني شغالة it's just for a display بس الاقناع بيها it's very very important. والبيجر picture برضو انه how you will see this solution will fit في التشالنج ده. ومش لازم برضو نديب دايف قوي في financials وارقام بس برضو البيجر picture اللي بيها هقنع الستيك هولدر انه يشتري او يباي ان الفكرة دي. انه it's not academia it's the real world. يعني بالظبط كده. هي دي الجاب بقى اللي احنا دايما بنحاول ان احنا نفلت مع الستودنتس بتوعنا. بالظبط. طيب هنروح بقى لبارت مهم قوي 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 و I think ان ده بارت هي influence ناس كتير من اللي بتسمعنا. وعايزين برضو يا دكتور ماجي يعني ناخد من your experience على your engagement في different communities. ولكن let's start بال global women of AI. and I've been hearing about this من كذا حد من على posts مختلفة
وبشوفها very common، واتوقع ان دي دلوقتي اكتر حاجه ككوميونتي جلوبال فيمس. بشوفها بيعملوا ايفنتس، بشوفها على لينكد ان، بشوف ناس بيقولوا انا امباسدر لكذا او انا في كذا. وطبعا انا انتريكت جدا لان انا ببقى عايزه هو ايه ده هو انا You ليه have ما to join. اعرفش، خلاص احنا انا عايزه اعرف انا بعمل ايه هنا. فاولا عايزين نفهم هو ده ايه، وعشان لو انا عايزه اجوين ابقى اعمل ايه، وايه البنفيتس يعني لو انا دخلت حاجه زي كده. اوكي. يعني هحكي لك القصه بتاعت الكوميونيتيز دي early on شويه زمان. هتكلم يعني مش زمان قوي برضو because we're not that old، بس مثلا before AI. okay. In my early career I used to participate في programs زي دي. اول program منهم كان program اسمه Pro Girls. كان زمان بنتكلم دايما عن احنا empowerment of girls in STEM education: science, technology, engineering and math. فال STEM education كان فكرته ايه؟ انه احنا عايزين نشجع اكتر انه الناس تدخل في الفيلدز بتاعت لا study engineering، study the core technical skills. دي مهمة ومفيدة في الشغل وما تخافوش منها. في ناس او يعني اوقات كان بيبقى فيه مث كده انه دي حاجات بتاعت الولاد وبتاعت الرجالة، لا خالص. فاتعملت الكوميونيتيز دي هدفها انها انها تempower البنات ان هم. وكنا بناخد students يعني I remember كان بيجي لنا students من المدارس they shadow me for a day. فتيجي تشوف ايوه انت بتشتغلي ايه بقى يعني في engineering ده. فكنا انا I used to mentor مثلا منهم ناس بيجوا يقعدوا معايا يقضوا اليوم they are shadowing me through the whole day. منهم ناس كانت بتشادو مديرين تانيين في مصانع يشوف مثلا education ده او سوري الاندستري هناك عامله ازاي، تشادو حد في بنك، تشادو حد and so on. فالكوميونيتيز دي موجوده since a very long time ago. وهدفها ايه؟ هدفها ان احنا يعني it's not just انها it's a community، هي it's a map. انت بتشوفي نفسك في حد، هي عملت ايه لما كان عندها المشكله دي، هي حلت ازاي التشالنج ده when she faced it. الكونكشنز اللي بنشوفها في الايفنتس اللي بتتعمل والسبورت ذات يو جيت والمنتورنج الكوميونيتيز دي كلها، مش هنقول بنفرده بس دايما بنشجعه ان ده بيساعدك تادفانسي ان يور كارير بيج تايم. الفكره الثانيه ان الكوميونيتيز دي كلها جلوبال كوميونيتيز، فانت يو جيت تو سي ذوس يعني انا هقول اكسبريشن دايما موجود مش not that I believe in it or not، who broke the ceiling. عارفه اوقات كتيره because in our field by the statistics and the numbers and so on women in leadership positions is limited. يعني it is a smaller quota. ليه؟ لانه في ناس هترجع ده انه maybe they're not interested، maybe مش عايزين نبرسو ده، maybe we don't want to put the effort towards the leadership positions because it's very challenging، وعشان التزامات الفيميلز الاخرى بقى وولاد and so on والحاجات دي كلها. فالارقام اقل. اوكي. فانت if you're someone who wants this محتاجه تشوفي ناس عملوه. طب هي وصلت ده ازاي؟ طب هي عملت ده ازاي؟ in your local community there is always ceilings في كل حته بطبيعه اي حاجه. اللوكال هنا ولوكال في اي حته في الكوكب it has a ceiling. لما بتشوفي حد بره you get to reflect ايه ده؟ طب ما هم حلوين دول، ناس شاطره وكويسين، they overcame the challenges they faced، عرفوا ان هم يحلوا المشاكل اللي عندهم، you get to learn. فانا بشوفها it's a map. عارفه بتشوفي طريقك انه انا زي ما هي عملت طب انا هعمل and you get ideas and you get exposure وبيت unfold opportunities. انا have experienced ده بحته الجلوبال كوميونتي. انا كان عندي منتور in my past role يعني. وعشان احنا كنا في حاجه برضو مش فكره الامباورمنت بتاع الومن، بس فكره انه ان انا عايزه ابقى يعني distinguished engineer. فهو كان already member في الكوميونتي. I think انه فكره distinguished engineers دي موجوده في كل التك كومبانيز. فانا كنت بلوك فورورد ليه، وعشان هو في الجلوبال كوميونتي عارف عن كونفرنس في المانيا انا عمري ما كنت هسمع عنه خالص. قال لي قدمي، وانا اوريدي هو كان عارف ان انا شغاله على حاجات and guess what I made it through. لولا انا ما كنتش هعرف. I remember your posts. ايوه فاكره. فده ريل تستمونيال انه يعني هو مش بس فكره ان احنا بناخدها من ناحيه الومن empowerment، بس فكره انه ان هي بت unfold opportunities we cannot see. definitely. انا مثلا two of my من اكتر الاثنين المنتورز اللي اثروا في حياتي في الكارير بتاعي they were men.
والكوميونيتيز دي برضو علشان نشيل المثل اللي يوجوالي ناس كتير بتبقى فاهمها عنهم. it's not just a community for women. احنا بنحاول نسبورت women بس still الكوميونيتي دي there are a lot of males who are supporting it. مش limited ان هي it is just for women يعني. اوكي حلو قوي. طيب how to join أيوة. هرجع انه دايما في كل community منهم they have a website. we have there is a committee that is managing this يعني community and website. just reach out to them. it's always very يعني we're always very welcoming among كل ال platforms اللي احنا عليها. يعني this is my third engagement في something related to يعني الأول مثلا IEEE Women in Engineering. I was on the board for 4 years في مصر, وبعد كده اشتغلت مع Women in Data Science. زيها كمان كان Women in Big Data, ودلوقتي Women in AI. كل البورد دي بتبقى مرحبة جدا بأي حد عايز يجوين, ونقدر ان احنا نفيد ونستفيد بعض ونكبر الكوميونيتيز دي. حلو قوي. طيب احنا عرفنا ال why to join وعرفنا ال how to join, بس ما عرفناش what you do in different streams as a community. it depends بقى دايما على الفيجن بتاعت الكوميونيتيز المختلفة. في منهم كوميونيتيز بتفوكس مثلا اكتر على ان احنا نعمل ايفنتس and networking from within women in AI the global community في كذا stream. بالظبط. تبقى بتركز اكتر على ان احنا مثلا نوصل للناس او للطلبه في المدارس. اوكي, ان احنا من بدري نبدا نعرفهم عن الاديوكيشن وفي الاديوكيشن بتاعهم عن الاي اي and these fields of studies, فنقدر ندايركت them into study this study field. اوكي, بنقدر ان احنا نكونكت بيها حتى women. يعني مثلا women in AI I'd say I'm the only academic, الباقي كلهم they are ladies from the industry. فبنكونكت البيزنس حتى مع بعضه علشان نبقى مثلا if you need this service من حد فتقدري تساعديها علشان هي كانت عرفتيها في الكوميونتي دي. it's mostly opportunities and networking علشان نقدر انه supporting each other يعني. حلو قوي. طيب انا خلاص انا بعد الحلقه يعني وفي كمان حد هنا هناخد بقيه التيم. طيب حلو قوي. تاني بقى بورت وهو women in data science. فبرضو لو تدينا glimpse يعني ده ايه وبيعملوا ايه؟ Yes, women in data science mostly بيفوكس اكتر على حته الاديوكيشن. فمثلا they organize datathons. اوكي, datathon هو الهاكاثون. datathon yes, that's new for me. it's a new term. انه هي برضو competition, بس مش competition that we hack something. it's a competition زي ال competitions مثلا on Kaggle and so on. there is a global challenge every year. there is a global challenge and we بنشجع بقى كل مثلا anyone who wants to participate. it's open worldwide لأي جامعة, لأي مدرسة, لأي community يحب إن هو يشتغل فيه. بناخد البروبلم دي and we give the data, وبرضه بيعملوا فيها leader boards ونشجع الستودنتس هم يشتغلوا ده. فتبقي أنت in your community مثلا أو في مدرستك and so on, أنت بتكمبيتي مع حد تاني في قارة تانية علشان نعرف ندي أحسن solution for this global problem. فدي حاجة بتبقى it is the problem is coming from the industry بحكم إن community في academics and industry. فبتبقى problem جاي من الindustry and the students get exposed to it, وبيعملوا مسابقة وجو لذيذ and so on. they offer courses لو حد بيحب إن هو في الأول خالص حابين ندخل في الفيلد ده. what do we study? educators زينا can get to use these courses. interesting. the benefits of the community. ايوه صح, benefits بتاعت اي community, بس يعني for all data scientists بيسمعونا highly yes I would encourage definitely everyone to join. هسألك بقى ماجي سؤال تاني. هو البارت اللي ليه علاقة دايما وبالذات في يعني working in the market for years now, يعني 13 years in, building AI strategy. شوية أنا لسه الحتة دي بالنسبة لي مش tangible قوي, بس since you're coming from academia as a professor of AI, how do you think it's important إن إحنا يبقى عندنا ال standards أو ال baseline understanding بتاعت engineering/computer science, يعني النوع ده من العلم عشان يبقى عندنا good understanding of how to build an AI strategy. أكيد. بصي السؤال that we get exposed ليه كتير قوي, انه طب هو احنا ليه دلوقتي ما هو الاي اي بيعمل كل حاجه, الاي اي بيكود, why do I study computer science, why do I study computer engineering, ما الاي اي بيعمل كل الحاجات دي. هقول لك my take on this is هو الاي اي ده مش سحر. يعني AI is not magic. by the end of the day AI is mathematical models running on infrastructure. عشان نعرف نفهم ده you need to be the one understanding the mathematical model, يا إما تكون أنت فاهم الانفراستراكشر. مين بيدرس دول؟ still the engineers.
احنا بنستخدم الاي اي the use of AI سهل I would say بسيط بس still مش reliable. Who's going to troubleshoot the model when it hallucinates? Who's going to embed the model in a pipeline علشان يعرف يعمل تاسك انت براها وانت بس بتسوبرفايز it؟ مين اللي هيبني الايجنتس؟ مين اللي هيعمل this agentic AI system that احنا خلاص هنريزورت العالم كله للايجنتك AI؟ مين هيبني الايجنتس دول؟ مين هيسوبرفايز الايجنتس دول؟ مين هينتجريت الايجنتس دي مع بعضها؟ مين هيحل المشاكل when it happens؟ Who's going to troubleshoot the outcomes؟ ف you really need to get the math. You really need to understand the computer science and computer engineering aspect behind it. فالengineering is not going to be replaced لأنه it is still the core pillar لكل ده. انا لما سالت AI السؤال ده قال لي it's like building on sand. exactly بالظبط يعني شكرا لي it is a perfect analogy. yes it is building on sand. it's going to fall. بالظبط. it goes without saying انه ده pillar مهم قوي ان احنا عشان يبقى عندنا strong foundational strategy لازم نبقى فاهمين كل الكونسبتس دي. اخر سؤال في البودكاست يا دكتور ميجي، وانا بسأل السؤال ده لمعظم ضيوفي. if you think لو في AI myth موجودة ايه هي ونتعامل معها ازاي؟ okay one thing that we have been hearing بقى for quite some time وحاجة بنعاني منها او انا حتى يعني we experience it في شغلنا انه AI is going to replace all jobs او some jobs. برضه هقول my point of view on it انه AI مش هيريبليس jobs كاملة. هو ال AI بيريبليس tasks. okay Iman you referred a couple of minutes ago في انه اوقات كتير احنا خلاص we have a solution وال AI مظبوط وكل حاجة شغالة. Who's going to put this in action in real life؟ يعني تعالى بقى هات ال AI solution بتاعك ده وتعالى اقنع التيم يشغله. in one of the biggest projects I spent عليه in my career almost 2 or 3 years, we built an amazing AI system that is doing a certain task with an industrial entity, and the project never came to life because الناس ما اقتنعتش. يعني the upper management دايما بيبقى برضو it's an important role that we have to mention دايما ال upper management they have to be the ones who are enforcing this الchange وهم اللي بيبقى عندهم الفيو كل ده. فده مهم قوي في حتة الاستراتيجي. بس on the ground who's going to convince ال workers with day to day teams ان احنا نستخدم ده؟ هم في الاخر يقول validate this معاهم وفي الاخر you need to convince them انه ال AI مش جاي يحل محلك. ال AI جاي يساعدك. ال AI is going to make your life easier in some tasks. بس هو مش جاي عشان يشيل شغلانتك كاملة. طبعا احنا هنا بنتكلم عن some jobs. يعني مش نقول ان كل الشغلانات مش هتتأثر. reflecting مش قادرة ما اقولوش بيسموها الكو اوبتنج. انه لما يكون في حد بيريزيست التشينج خلي اللي بيريزيست التشينج ده بارت من الدرايفرز للتشينج ده اللي هو مش عاجبهم اصلا. This is how you do change. ايوه بالظبط كده. ففي الكو اوبتنج هنعمل ايه؟ هنقول له انه طيب انت كنت انت التاسكس بتاعتك ايه؟ يعني مش بقول الرول بتاعك ده عباره عن تاسكس كلنا عارفين ده from our everyday job. فانا الرول بتاعي فيه 10 تاسكس. اوكي تاسك مثلا 1 و6 و10 because they have to do with interaction with humans انا ما استغناش عنك فيهم. ما اقدرش ما فيش AI هيقنع ناس انها تنزل الصبح من شغلها عشان يعني ما فيش AI هيمونيتور ويشوف التيم كوهيرنت ازاي والتيم بيلدينج اشتغل ده مش so far it's not here. لكن AI يقدر يعمل ايه؟ يقدر يعمل لك tasks 2 و 3 و 7 و 9 in a much less time او باكيرسي احسن بكتير او اعلى بكتير. فانا مش هستغنى عنك بس انا I need you to upskill yourself. انا محتاجاك يبقى عندك skills تعرف تعمل التاسكس دي احسن وتعرف تخلي التاسكس دي more efficient. فالاي اي مش هيريبليس الجوبس بالمعنى اللي احنا فاهمينه فيما عدا الحاجات اللي هي ستريت ما فيهاش يعني مش هقول ما فيهاش سكيلز بس السكيلز بتاعتها اقل. ففي تاسكس we will resort to AI بس الناس اللي فيها we really need to work on their skills ان احنا نابسكيل التيمز اللي شغلانتها تقدر تريزورت شويه الاي اي لانه الاي اي مع انه في jobs that is going to be dominated شويه التاسكس اللي فيها بالاي اي هو بيكرييت حاجات كتيره احنا لسه النهارده ما عندناش مسميات ليها. يعني احنا مثلا بنتكلم كنا لسه من شويه عن مثلا الاثكس في الاي اي والسكيورتي اوف ذا اي اي مودلز والداتا والحاجات دي كلها. الناس اللي هتشتغل في الحاجات دي اسمها ايه؟ مش عارفين. في انجينيرز يعني هم في ناس لسه كنا بنتكلم مع احمد الشافعي كانوا يعني في حته الاي اي فهي governance يعني looks like انها شكلها حته الجوفرنس. ايوه بالظبط كده هي it looks like governance. مين بقى هنطلب ايه لما احنا انا عايزه واحد بتاع اي اي governance
اسمه ايه، شكله ايه، التاسك ديسكريبشن بتاعته ايه، الجوب ديسكريبشن بتاعته ايه. على فكره الشخص ده الماركت هيبقى عايزه بكره، انا محتاجه اخرجه كمان 4 سنين، او مش اكشلي مش هلحق اخرجه كمان 4 سنين، محتاجه اخرجه كمان 2-3 سنين. فده عشان يطلع يشتغل في الماركت، عشان شافعي ياخده النير مثلا من دلوقتي، هو دلوقتي عندي في جامعه، هو دلوقتي في سنه تانية او في سنه ثالثه. how to make him ready as a professor. هو برضو يا دكتور ميجي في شغلانات جديده، يعني انا حتى ما اشتغلت في الاي اي ما كنتش فاهمه. يعني انا معايا في التيم حد اسمه conversation designer. ايوه يعني ده بيعمل ايه؟ يعني يتخرج من ايه فيبقى conversation designer. فادركت مع الوقت ان دي لما فهمت بقى ايه الرول بتاعهم وقد ايه هو مهم، بدأت افهم ان الكونفرزيشن دي اهم حاجه في الاي اي عشان يعرف يرد ازاي، يعمل ايه في الديفرنس سيناريو. حد بيفنط كل السيناريوز. برومبت انجينير طبعا موست كومن خلاص عرفناها، بس برضو دي من الحاجات الايفولفد الجديده. بس مفهومه شويه، يعني مفهوم البرومبت ده بيعمل ايه، انتجريت يعني في رولز كده احنا جديدة. يعني ما بداتش اميك سنس اوف. وفي ناس بتعمل ايه اي انجينير اللي هو اول ان وان، اللي هو خد كل دول سميه اي انجينير. حياته صعبه وبيعمل كل حاجه from A كل to Z، حاجة. والموضوع بيبقى صعب. بالظبط. يعني انا من بره، بما اني انا جايه من اندستري مختلفه خالص ودخلت عالم الاي اي، حسيت له ايه ده في جوبز ما نعرفش ايه دول وجم امتى انترفيو ده ازاي اصلا عشان اعمل كواليفايد. فا اجري هو في حاجات كتيره هتنتهي، بس في حاجات كتير هتevolve. I think يعني as per your words يا دكتور ميج ان احنا we need to be ready. واتوقع to finalize my words انه البارت الهيومن والبارت اللي فيه skills human زي ال presentation communication negotiation assessing deployment او deployment عامه بتاع solution end to end. اتوقع ان دي حاجه ما فيهاش نقاش ان هي مستحيل تبقى replaced، دي موجوده معانا و AI cannot do it. يس بيساعد فيها، يخليها efficient اكتر، يخليها تاخد وقت اقل شويه اكتر، لكن replace it. The essence of the human is not replaced. I believe so definitely. Yes. Thank you so much. It was my pleasure. بودكاست لذيذة قوي، جداً. ويعني we're so happy to have you today. يعني pleasure is mine. حقيقي مبسوطه بيكم وبكل التيم اللي موجود في البودكاست. You're doing an amazing job. Keep it up دايما، وحقيقي بسطت انك كنتي معاكي النهارده. Thank you so much.